فراسك الا بغيتي شكل في جسمك ما خصكش تريني جناب ديال الكرش ديالك. ربما تكون سمعتيها اول مره، ولكن راه مساله معروفه بزاف عند الناس ديال المانس فيزيك والكلاسيك. كتلقاهم غالبا ما كيترينيوش بزاف الجناب ديال الكرش اللي هي الاوبليكس بكل بساطه، باش ما يكبروش ويعرضوا، باش ما ياثروش على الضيق ديال الكرش، وبالتالي يبقى شكل الفي في احسن صوره. ولكن الا دوينا على الصحه العامه، واش خصنا نترينيوهم ولا لا؟ في الواقع الاوبليكس راه من اهم العضلات اللي في جسمنا، وكيلعبوا دور كبير في الستابيليزاسيون وفي المساعده في التمارين القويه المركبه باش تفادى الاصابات. كذلك كيدعموا الكرش ديالك عامه، ولذلك غتلقاهم خدامين معاك في كاع التمارين تقريبا. السؤال كيبقى واش نستهدفهم بتمارين خاصه بهم ولا لا، فعلى حسب الهدف ديالك وعلى حسب السيتوياسيون ديالك. كنتي عندك ضعف فيهم وفي شكلهم ترينيهم بالخفيف وبريبيتيسيون كتار. كنتي باغي تطور من القوه ديال جسمك كامل، هنا راه مفروض عليك ترينيهم بشده طالعه بزاف، هما والكرش ديالك واللور باك، باش تطلع لا فورس ديالك وتقدر تحمل الثقل ديال التمارين بحال السكوات، الاوفر هيد بريس والديد ليفت الى اخره. فانت اللي تحكم على راسك وعلى الحاله ديالك، واحسن التمارين دير ليهم هما الراشن تويست والسايد كرانشز. نتمنى نكون افدت عن مرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.